السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده قلقا بين محباها عقب ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أعلنت فيه عن تعرضها لأزمة صحية سيئة دون أن تكشف تفاصيل تلك الأزمة، لكنها طلبت من حبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل. وعقب تنقل هذا الفيديو على نطاق واسع بين المتابعين، تصدر اسم فيفي عبده حديثا للجمهور، وصل تساؤلات عن حالتها الصحية في ظل حالتها من القلق، خاصة وأنها لم تحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 التي انطلقت الأربعاء الماضي. وكشف مصدر مقرب من الفنانة فيفي عبده لمعرفة حالتها الصحية وطمن جمهورها، حيث تبين أنها تجري حاليا العديد من الجلسات للعلاج الطبيعي على منطقة الظهر بعد شعورها بآلام حادة. وأكد المصدر أن فيفي عبده استدعت الطبيب إلى منزلها، والذي نقلها إلى المستشفى لإجراء إشعة وفحوصات طبية، وأثبتت معاناتها من الآلام في الفقرات، ليقرر الطبيب بعد العلاجات لها إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي ومنعها من الحركة. وأشار المصدر إلى أن فيفي عبده لا تستطيع التحرك داخل منزلها بالفعل، وهو ما جعلها تلجأ جمهورها بطلب الدعاء، ولا سيما أنها كانت دائما ما تظهر في مقاطع فيديو للرقص على بعض الأغاني، ولكنها لم تستطيع فعلا ذلك حاليا بأمر الطبيب. وأكد المصدر أن الجلسات العلاجية ستستغرق قرابة أشهرين، وتعود بعدها للطبيب لإجراء ذات الفحوصات مجددا، وذلك بعدما رأى الطبيب استبعاد التدخل الجراحي مؤقتا. وكانت فيفي عبده قد قالت في مقطع الفيديو التي ظهرت فيه: وحشتوني جدا، ادعوا لي لأني عيانة وكنت مخبية عليكم، وكل يوم أشد في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم وأشوف. وأضافت: ادعوا لي أبقى كويسة ومحتاجة دعواتكم بإذن الله، ربنا يقومني من اللي أنا فيه. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد الناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي أنا فيه ورجعني تاني أحسن من الأول. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.